بعد شهر. تعلم لغتهم وعاداتهم، وبدأ يحكي لهم عن زمنه، عن المدن الكبيرة، وعن الضوء الذي يخرج من الجدران، وعن العربات التي تسير بلا خيول، وعن الطائرات التي تطير في السماء، وعن ناطحات السحاب. في البداية ضحكوا عليه وقالوا: هذا رجل جاء من الأحلام. لكن عندما أخرج بعض الصور التي كانت في هاتفه وبدأ يرسم لهم ويشرح ويعطي أمثلة بسيطة، بدأت العقول تستيقظ. في تلك الفترة بدأ سكان القرية يعرفون أن سعيد ليس من أي عالم، بل إنه من العالم المستقبل. فبعد مدة اجتمع علماء ذلك الزمان، حكماء، فقهاء وصناع، وقالوا: إن كان كلامك صحيحا فعلينا أن نعرف كيف نعيدك إلى زمنك. وبدأ البحث.